جاوبناهم بقى فيا الحال، قالوا علينا واحد الكلمه وشرحها لنا بوصوفه. حنايا ملي كنا كنسخنوا قالوا علينا قالوا علينا اليوم غيتعشاو بينا. الحمد لله اللي كان غيتعشى بينا حنا كنتغداو بيه. الاول الحمد لله كلشي بني الله. ايوا الحمد لله ربحتوا ماتش اليوم. صراحه انا ما عجبتنيش امريكا، كنهضروا بزاف المغرب والو، نربح المغرب ناكلوا المغرب بحال هذا، ولكن الحمد لله ربي معنا وربحوا الماتش ورفعوا كرسي المغرب ان شاء الله. الحمد لله ديما المغرب. فوز المنتخب المغربي في دوري الملوك، فوز مترجع فيه بزاف من كاع، فيه بزاف ديال الاحداث، بزاف ديال الاشياء تطورت في المنتخب ديالنا. المنتخب ديالنا ما استسلمش وما هبطش يديه. المهم العشرة ما تنساوناش لايك ابوني بارطاج مع صاحبكم اللي تقول نبداو. شكرا على التفاعل تاعكم في الباج الاخر، شكرا لكم. شكرا لاي واحد تيجي لايك تي بارطاج تيجي كومونتير زوين بحالكم. هما الاخوان نشرح لكم داكشي اللي وقع في المباراة ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب الامريكي. بزاف ديال الظلم تعرضنا له والاستهزاء من المنتخب الامريكي والرئيس ديالو. واخوان متنساوش لايك ابوني بارطاج مع صاحبكم. نسكو نبداو بلا ما نطول عليكم. ليتس جو. منتدى تاريخي على المنتخب الامريكي للمره الثانيه على التوالي. المنتخب المغربي غادي يطيح المنتخب الامريكي. المره الاولى في المنتخب في الاولمبياد في الدور 16 غلبناهم، وعاود ثاني غلبناهم اليوم. واخا كانت مباراه مجنونه، مباراه صعيبه وفيها بزاف ديال الاستهزاء والظلم اللي تعرضنا ليه من طرف اللاعبين ديال المنتخب الامريكي ولا الرئيس ديالهم، وشحال ديال العنصريه خدموا معنا، وكان رقم ديالك غلبناهم. المنتخب الامريكي كان دايرنا في كل شيء، وقال بالله راه المنتخب المغربي راه غادي نغلبوهم وداخل في عينهم طمع. بصراحه طلع منتخب قوي تيلعب مزيان، ورائنا هادشي هذا تيقصروا. وزيد حاجه اخرى كانوا هما مرتاحين وما لعبوش بزاف ديال المباريات، لعبوا جوج مباريات. حنا كنا يلاه لعبنا مع اليابان وغلبناهم ب4-2. ديك الفيديو ما درتوش الاخوان حتى كنطلق ستريم في كيك اللي بيدخل الداري ودي زعما معنا راه كاين تنديرو كيما الرياكسيون شحال من حاجه. اللي ما درتوش في اليوتيوب راه يلقاو في اول كومونتير وفي صندوق الوصف ولا الداري غادي ان شاء الله نتلاقاو تما. راه تيكون ستريم مع العشرة بلا ما نطول عليكم. كما قلت لكم المنتخب الامريكي كان دايرنا في كل شيء، اخر معول على فوز. كما كان قال لهم الرئيس ديالهم، قال لهم انا راه غادي نربح ب5-1 وها هو ربح دابا. المنتخب المغربي دار ريمونطادا اللي قويه وما استسلمش، ما هبطش يديه من الفوز. وخا كنا متاخرين ب5-2، كنا متاخرين ب5-2. والستاف ديال المنتخب المغربي في دوري الملوك عرف يتعامل مع داكشي وفهم القوالب، وما خدمش بزاف ديال الحوايج واستخدمهم في الوقت ديالو. بحال مثلا ديك لاكارت اللي استخدمها في الدقيقه اللي خاصها تخدم في الدقيقه تقريبا ما بين 34 و 35. وانا شخصيا طلع ليا الدم تنقول علاش ما استخدمهاش، عطاتنا ضربه جزاء اللي نفذها فؤاد العمراني بطريقه جيده. تحياتي لمن هنا هو اللي هداف تقريبا الثامن، الهداف الاول ديالنا اللي هو نادير اللواء، هو اكثر واحد في الاهداف في دوري الملوك. مستغلين هذيك الدقيقه 38 اللي ولات تضرب الاهداف بجوج، ومشينا وماركينا بهم هدف اللي تحسبنا بجوج اللي ماركا نادير اللواء. تبارك الله على هاد الدري قصر وماركا لينا بيتو تضرب في جوج وجبنا التعادل في الدقائق الاخيره. ما تصوروش الفرحه اللي فرحنا. شكرا كاع اللاعبين اللي قدموا اداء جيد، ومحمد اشرف سعود تبارك الله عليه اللي قدم اداء جيد. داك السيد اللهم بارك تقصر على الاخوان. ومع الاسف الحارس مروان مزيريرة ما كانش في اليوم ديالو، تم استبداله بيونس. واخا يوسف كان مريض وكان تيرد حاشاكم الاخوان، ودخل وقدم اداء جيد وقدر يرجعنا في المباراه. نتمنى مروان مزيريرة يكون في الماتش الجاي ان شاء الله ضد كولومبيا اللي غادي يكون يا غدا يا بعد غدا. ويوسف الحارس المرمى العملاق تبارك الله عليه قدم اداء جيد، هو اللي عتقنا في بزاف ديال البيوتا ولعب معنا الباصات حيت هو تيلعب في الفوتسال وتيلعب برجليه مزيان، وقدر ينقذنا في ضربة جزاء الاخوان تبارك الله عليه. تسطل اكثر من جوج ديال ضربات الجزاء، واخا تشوف شي عجين تيطير ولكن هو تيغلق الزاويه بطريقه جيده. واخا اول مره تيتسطل مثل
تلعب مثل ضربة جزاء، راه قدمهم اداء جيد. ومبارك بوصوفة اللي كان في النهار ديالو في القوانين ديال اللعب مزيان تا هو قدم اداء جيد وماركا ضربة جزاء بطريقة جيدة. عصام الراقي تبارك الله جدار بلا ما نهضروا بزاف، هذاك السيد اللهم بارك 44 في السنة ديالو وباقي شاد تقريبا بحال شي واحد شاب تبارك الله 44 عام وباقي يقدم داك الاداء اللي جيد كيساعدنا بزاف في الدفاع. وزكريا حدار حتى هو اللي لعب شويه اليوم، لعب اليوم مزيان في الصراحه، ولكن الاخوان باقي خاصو يلعب مزيان على الفينيش. التمريرات ديالو جا زكريا حدار تيكونوا جيدين ولكن خاص الفينيش هاد الدراري، هذا هو المشكل اللي بان ليا عندنا الاخوان. والصاف ديال المنتخب المغربي في دوري الملوك اللي فهم الخوال ولا تعرف كيفاش يستخدمهم، ومن جهه الخال تبارك الله عليه ولا كيعرف كيفاش يستخدم القوانين ديالو، ولا مشاو المغاربه حتى فهموا شي قانون ديال شي لعبه، فإن الله ود احمد. وبلا ما نهضر الاخوان على الاستفزازات اللي كانوا تيديروا لنا تضحكوا علينا، وبالاخص داك الرئيس ديالهم تيقول لهم المغرب والو، واللعابه ديال المنتخب الامريكي كانوا تيضربونا مع اللعبه تاوعنا وما خلاوهمش يلعبوا ترونكير، ولكن راه لقاو داكشي اللي بغاو وراه ربحناهم والحمد لله. هما الاخوان نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نشرح لكم داكشي خفيف ظريف، واخا هذا الاخوان تيجي عشوائي وكنحط داكشي سبونطاني. الاخوان لابد الاخوان نهضر على المنتخب الجاي، المباراه اللي غادي تكون هي مباراه الانتقام، المباراه اللي دار المنتخب الكولومبي اللي غادي تكون بعد غدا ان شاء الله يوم 10. نتمنى المنتخب المغربي ما يتخلعش وما يرجعش وما يبطش، دابا راه ولاو فاهمين القوانين ما عندهم حتى شي عذر، وحنا معاهم كيخسروا كيربحوا حنا معاهم الاخوان. شكرا لهم بزاف حيت فرحونا في الصراحه. المهم الاخوان تنهضروا على التشكيله كيفاش غادي يدخلوا، كيفاش تيلعب المنتخب الكولومبي، واخا كاملكم عارفين قولوا لي في الكومونتير وانا معاكم الاخوان. هما الاخوان نتمنى يكون عجبكم الفيديو، اجا في الصراحه الله يعطي خرج سبونطاني تنحط داكشي اللي في عقلي. شكرا لكم على التفاعل تاعكم، تسلايك ابني بارطاج مع صاحبكم، تنساوش عند الكيكه الاخوان ضروري. الله نشوفكم في فيديو جديد، كان معكم خوكم وحبيبكم فركوس، السلام عليكم. هذا البربر جاي كالبرق، واللي بغى يبان ينوض المنبر، هذا دوا البرد جاي كالمرض، ها العار ما سكت تشوف على منظر. الوطن خير يطلبوا الخير، اخي بيانفوني بالموت الا جات، والراب ماخر واباك الليخ بيبليك خصوصي العتاب ونجات، داخل في الجيم بلا مانيطا، الروابا تيقيلو يطلبوا في النجاة، صايق السفينه في الدي خريطه، والوالده تقول سير هالنجاح، صغير وعايق بالعباد الوطن تا الدماغ تيقول بدل الجنسيه، معذب خلوق انايا في الدنيا، ربي يدير الخير عتق البشريه، الحمد لله مكسي لباس.